les premières places. Nous, on essaye de jouer le maintien. Donc c'est pour ça que le match il était très serré. Jusqu'à 87e minute, il est toujours là, quoi. شكرا. وكانت فرصة ثمينة لاتحاد العاصمة باللقطة فردية من دهام أمامنا، انطلق توغل راوغ، ولكن الحارس ضيف كان بالمرصاد. آخر مدافع هو الحارس ضيف، تألق في إبعاد هذه الكرة وتفيد فرصة ثمينة لاتحاد العاصمة لفتح مجال التهديف في الدقائق الأخيرة. تألق ضيف، هاي اللقطة معادة، هاي الانطلاقة، سلسلة من المراوغات بذكاء، يتوغل داخل منطقة العمليات، يرتكز على اليسرى ويسدد باليمنى، والحارس ضيف يقول أنا موجود هنا اليوم في مباراة اليوم. رجل المباراة هو ضيف بدون منازع في مباراة اليوم، بالنظر إلى تألقه وصده للكثير من الفرص السانحة لاتحاد العاصمة. إذن عبد النور كاوا سجل الكثير من النقاط الإيجابية. الحارس الذي نتمنى له مستقبل أفضل مما نتمنى له مستقبل أفضل مع المنتخب الوطني. وتغيير ثالث وأخير في تشكيلة فريق اتحاد العاصمة، دخول بومشرة وخروج دهام في آخر كرة وآخر محاولة. غادر دهام أرضية الميدان. وسيلة، إذا كان ممكن تقتربي من دهام إن شاء الله نحاول نقتربوا منه. ولماذا ضيع الفرصة دهام ركع على المباشر. كيفاش تبقى لنا هذه المباراة تاع اليوم؟ كيفاش كانت مباراة مع شباب قسنطينة لحد الآن؟ مقابلة صعبة باسكو رانا نلعبوا ضد فريق مليح. نسيو ان شاء الله. الحكم يعلن عن ضربة جزاء. الحكم يقول ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة، في الدقيقة الأخيرة. الآن هتكون فيه ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة وبطاقة يعني اقعد معنا ونشوفوا ان شاء الله ربي. في الدقيقة الأخيرة. نعم. الحكم نشوف اللقطة، هاي اللقطة معادة والانطلاقة، والحكم يقول فيه خطأ لمصلحة شباب قسنطينة أو لاتحاد العاصمة. لا 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 لا، يبدو لي يوجه بطاقة حمراء للاعب في الوقت اللي تواصل الاحتجاجات. طبعا في الدقيقة الأخيرة من المباراة بالنوزة يمنح اتحاد العاصمة ركلة جزاء. سيناريو لم يكن منتظر بتاتا. يعني كان السيناريو لم يكن منتظر ربما في اللقطة، ولكن في المقابلة اتحاد العاصمة يعني أبلى بلاء حسنا، وخاصة في الشوط الأول ضيع عدة فرص، رغم أن فريق شباب قسنطينة قبل لحظات كان أقحم اللاعب بوقرعة وهو مهاجم صريح. نشوف اللاعب هنا ضيع الكرة، الآن كانت بعيدة عليه الكرة، ما كانش هنا في اعتقادي طبعا الحكم على لكن فيه هل الاختصاص هم اللي صدروا الحكم، ولكن في اعتقادي في تقديري أن الكرة كانت بعيدة تماما عن اللاعب وكان فيه احتكاك، لأن الصورة لا من هذه الزاوية لا يمكن رؤية إذا كان اللاعب استعمل المسك أم لا. المهم أن دخول اللاعب بمشرة سليم بأول كرة تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة. أنا قلت رغم أنه فريق شباب قسنطينة حاول إخراج اللاعب حجاج اللي هو لاعب وسط ميدان وإدخال لاعب مهاجم صريح، وذلك يعني كآخر فرصة وحل عفوا للحال المدرب بالحوت، وكان هذا يعني اختيار، يعني هذا هو الاختيار الواجب، الا ان الامور يعني سارت في غير اتجاه شباب قسنطينه وفريق اتحاد العاصمه يعني انتظرنا الدقيقه الاخيره حتى ما عليه ولا لا الهدف لم يسجل بعد، وبالتالي نعم طبعا هي كل شيء يعني وارد. نتحدث عن ركله الجزاء. نعم. ركله الجزاء هي 50% لمنفذ الركله وللحارس، ربما امكانيات وقوه الضيف، وايضا ننتظر من سيتولى التنفيذ ايضا من يمنح فريقه اليوم. هل منفذ ركله الجزاء هو الذي سيمنح فريقه نقاط ثمينه ام الحارس الضيف هو الذي سيمنح لفريقه نقطه ثمينه وبحاجه اليها؟ ننتظر من سيتولى. يبدو لي مكلوش وسيله هو الذي سيتولى التنفيذ. إذا كان ممكن نشوف من المخرج صورة مكبرة للاعب الذي سيتولى التنفيذ. بالفعل اللاعب البديل مكلوش هو اللي دخل يعني الآن. نعم هو الذي سيتولى تنفيذ هذه اللي كان خدا مكان لاعب نور الدين دهام. نعم ننتظر الكل. طبعا انصار شباب قسنطينة يتمنوا ان المنفذ الركله يخفق، وانصار اتحاد العاصمه يتمنون ان المنفذ الركله ينجح ويمنح فريقهم 3 نقاط ثمينه. يعني شاءت الاقدار انه سيناريو هذه المباراه بين شباب قسنطينه واتحاد العاصمه يكون يعني ضربه جزاء في الدقائق الاخيره. نعم سيناريو صعب يعني نوعا ما لكلا الفريقين، صعب جدا.
صعب جدا، خاصة اللاعبين المحليين وأنصار المحليين. كنتمنى إن شاء الله تسود فقط الروح الرياضية حتى نخليو في الأذهان هذه الصور الجميلة اللي شفناها في بداية المباراة. أنصار شباب قسنطينة كانوا اليوم قمة في الروح الرياضية صراحة. أتمنى أن تتواصل المباراة. هذا كرسي بدلاء اتحاد العاصمة، وننتظر تنفيذ ركلة الجزاء. لا مازال متوقف في انتظار أن تحسم الأمور على أرضية الميدان وتنفذ ركلة الجزاء. ونشوفوا بلي بونعاس يعني المدرب المساعد عنده إصابة سيد أبو ساكر. لازم نضيفوا هذه المعلومة. لا نتمنى أن نشوف الصورة الآن. هو مصاب يعني الآن مع بمقذوفة بمدى. نعم فوق في الرأس. أتمنى السلام لنور الدين بونعاس اللي اللاعب السابق لشباب قسنطينة ولمدينة قسنطينة لا ذكر بونعاس. هو كان أيضا ساهم في تتويج المنتخب الوطني سنة 1990 بكأس أفريقيا والتتويج للمنتخب. كان سير المباراة يعني المباراة الماضية رفقة رشيد بن الحوت. طبعا هذه هي كرة القدم على كل، والأمور ما زالت بالنسبة لشباب قسنطينة الذي تألق في الرابطة المحترفة الأولى، لأن حتى المسؤولين والإداريين والأنصار أيضا قانعين أن سقف طموح فريقهم هو ضمان البقاء، والفريق بإمكانه ضمان البقاء. ما زالت فيه مباريات أخرى، وشباب قسنطينة قدم الكثير من المباريات القوية وأبان عن إمكانيات كبيرة. ربما اليوم لم يكن في يومه، ولكن الفريق عاد بالعديد من النتائج الإيجابية من خارج القواعد. تعادل أمام اتحاد العاصمة، نذكر في لقاء الذهاب تعادل أيضا أمام مولودية العاصمة، فهو قادر على تحقيق النتائج الإيجابية خارج ميدانه بالنظر إلى إمكانيات عناصره. ولكن هذه هي كرة القدم. نلاحظ قد تأتي مباراة الفريق لا يكون في قمة في كامل قواه. ننتظر الآن ربما مكلوش يستعد للتنفيذ. السسبنس كبير. نعم، ويوقع الهدف. إذن مكلوش يوقع الهدف، والاتحاد العاصمة يصبح متفوق في النتيجة بهدف لصفر من اللاعب البديل مكلوش. الهدف جاء في بعد إعلان الحكم بالنزع عن مخالفة أو عن ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الرسمي بدقيقة. إذن ننتظر كيف سيكون رد فعل شباب قسنطينة على الهدف. يعني نحن الآن في الدقيقة 95 يعني شيء كثير، ولكن الحكم يعني راح يلعب الوقت اللي ضاع، وفريق شباب قسنطينة راح يندفع بأقصى قوة للهجوم من أجل تعديل النتيجة. والانطلاقة داخل منطقة العمليات وتدخل الدفاع. ضيع اللاعب المهاجم. اللاعب ضيع هذه الكرة بعد تدخل الدفاع من بوقرة. تدخل دفاع فريق اتحاد العاصمة أمام بوقرة، اللاعب البديل اللي يدخل منذ حين. ركنية لشباب قسنطينة. كل لاعبي شباب قسنطينة في منطقة عمليات. كرة مرفوعة رأسية، هدف التعادل. رأسية وهدف التعادل لشباب قسنطينة. لا 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 السيناريو ما يكونش متوقع يعني. لم يكن منتظر بتاتا. هذا السيناريو لم يكن منتظر بتاتا. مباشرة بعد ما سجل فريق اتحاد العاصمة الهدف عن طريق ركلة الجزاء، الصوب اللي انطلق شباب قسنطينة الصوب الهجوم تحصل على ركنية نفذت وسجلها. من سجلها سنتعرف على ذلك بعد حين. اللاعب سنشاهد مكاوي المدافع مع الجمهور الان. مكاوي المدافع مكاوي نعم. ايضا العلامه الكامله لدفاع فريق شباب قسنطينة المدافعين الذين تألقوا في صد الكثير من المحاولات، وسيناريو غير منتظر تماما في هذه غير منتظر يعني كما يقال سسبنس تواصل حتى الدقيقة الأخيرة، وفي هذه اللحظة الحكم بالنزهة يحسم الأمر ويعلن عن نهاية المباراة بنتيجة تعادل هدف لهدف بين شباب قسنطينة واتحاد العاصمة. هدف شباب اتحاد العاصمة سجل عن طريق ركلة جزاء عن طريق مكلوش، وعدل لشباب قسنطينة مكاوي في لحظات. نعم وسيم ضيف ضيف عموم المقابله كانت قمه في الاثاره، وكانت يعني نهايتها احسن شباب قسنطينة. هاي اللقطه معاده
ومباغته الدفاع. والشباب لما تحرر يعني وانطلق مباشره الى الهجوم يعني تمكن يعني من تعديل النتيجه، وهذا شيء ايجابي يعني. إذا ننتظر إذا كان ممكن وسيلة، إذا كان فيه تدخلات من قبل اللاعبين أو المدربين. إذا كان الأمور غير ممكنة نعيد الخط إلى نعم وسيلة. نعم معي لميسي كيفاش تقدر تقيم لنا المباراة تاع اليوم؟ وانا نشوف انه قبل كيف سير الحاكم بكل ذكاء، عطانا بينالتي في لا ديرنيير مينوت ايماجينابل، والحمد لله ربي كاين، الحمد لله ربي كاين، ما خيبناش وجبنا حقنا. بالعكس انا ما نسحقوش حنايا، اللي ضربت يعاونونا، كاين الركبه ان شاء الله نعاونونا. معليش المهم انه اليوم يعني كان فيه هدفين، هدف تعادل. المهم انه الانصار تاعكم فازوا شحال اليوم يعني راضيين. واش نقول الانصار هادو خليهم يسامحونا، شكرا توتر كثير هنا فوق ارضيه الميدان. شكرا وسيله. نعم. لكن البطوله ما زالت طويله. نعم ما زالت طويله. نعم. وتبقى دائما نذكروا انه ظروف صعبه جدا لتغطيه المباريات يعني في الادوار الاولى، لكن كما يقولوا ان شاء الله تكون فقط الجمهور ليتابع وشاهد مباراه شيقه. نعم شكرا لك، شكرا جزيلا لك وسيله. شكرا للمحلل رشيد محمدات معي هنا في غرفه التعليق. شكرا لكم سيداتي وسادتي على المتابعه. العوده الى الاستوديو المركزي، نلقاكم في مناسبه قادمه بحول الله.